السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم حاجة تفتح النفس. هعمل لكم الخيار المخلل على طريقتي، بطريقة سهلة وبسيطة في خلال أسبوع بس، وهتاكلي أحلى خيار مخلل في حياتك. المكونات بتاعتي 5 كيلو خيار، غسلتهم بمية وملح وخل. هقول لكم على سر الخيار المخلل. هنجيب الخيارة وهنشكها كده بكده، هتشرب من المحلول الملحي اللي انا هعمله، وهطيب في خلال اسبوع بس. وهعمل لكم محلول التخليل بتاع الخيار، هيطلع الخيار مقرمش ولذيذ خالص. المكونات بتاعتي هحط 4 معالق ملح لكل لتر مية، و5 ليمونات هقطعهم شرايح، و10 قرون فلفل حامي، و10 فصوص توم، و3 4 ورقات لورا، ومعلقة بابريكا كبيرة، ومعلقة كركم كبيرة، ومعلقة نعناع كبيرة. وهحط لكل لتر مية معلقة سكر كبيرة، ومعلقة شطة كبيرة لكل لتر مية، ربع كوباية خل ل5 كيلو خيار. وهحط على وش البرطمان معلقتين زيت. وجبت برطمان غسلته كويس وعقمته، هحط الخيار في البرطمان، ولما وصلت لنص البرطمان دلوقتي هحط قرون الفلفل، وهرص باقي الخيار من فوق. هنزل شرايح الليمون والثوم وورق اللورة والنعناع كمان، ومعلقة كركم كبيرة، ومعلقة بابريكا كبيرة، سكر. وهحط باقي الخيار في البرطمان. هضيف الخل، شطة، هضيف المية، اول لتر مية، هضيف تاني لتر مية، هضيف تالت لتر مية، هضيف على 3 لتر مية 12 معلقة ملح كبيرة، وهضيف شوية مية صغيرين، وهحط معلقتين زيت على وش البرطمان. وهغطي البرطمان بكيس، وبعد كده هغطيه بالغطا واربطه كويس. بعد اسبوع بالظبط هيكون طاب وتاكلي منه احلى خيار مخلل. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. اكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في الخيار المخلل. مع السلامة.